السلام عليكم. فيديو جديد غنسولكم شنو كتعرفوا على الناس اللي كيسميو راسهم نو باينري. هاد الناس كيقولوا على انهم هما تخلقوا بحالهم، ولكن ما كانش عندهم الاختيار باش يختاروا واش من جنس يخلقوا، يا اما ذكر او انثى. لهذا كيقول لك ملي كبروا وفتشوا واكتشفوا على انهم عندهم الحريه في الجسد ديالهم يديروا اللي بغاو. يقدر يسمي راسو ما بنت ما ولد، ولكن غير جسد وصافي. ما كنظنش دابا كاينه شي حاجه تقدر تبعدني على راسي. نون باينري هي ما كتحسش براسك، الجنس ديالك هو اللي تعطالك ملي تخلقتي. في الجسم ديال البنت بالحق من داخل ما كنحسش. تولدت في الجسم ديال البنت بالحق من داخل ما كنحسش. دائما ما كنحس، ما كنتامن حتى حاجه. بالحق هادشي طبعا تطور تدازو بزاف ليرز. هادو قرابين للمثليين. لهذا درت لكم الفيديو اليوم غنجمعوهم بجوج بهم في هذا الفيديو. مثليين تقريبا بحال هادو المثليين كتعرفوا كيكونوا اغلبيه منهم يكونوا متحولين جنسيين، او كيكون ذكر هو مثلي، او كيكون انثى وهي مثليه. واللي خلاني ندير هذا الفيديو هو سؤال واحد: شكون السبب ديالهم باش بانوا في المغرب بكثره؟ السبب ديالهم باش بانوا بكثره في المغرب هما بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. هما كانوا قلالين ومخبعين، واللي كيدير شي حاجه كيديرها مخبع، ولكن بانوا هاد الصفحات ورجعوا كيعطيوهم كلمه ورجعوا كيبينوهم للعلن. لهذا رجعوا كثارين في المغرب بزاف، ورجعنا كنشوفوهم في كل مدينه. حتى اللي كانت عنده غير فكره، هاد الصفحات زادوا دعموهم وبينوهم للعلن، رجع كلشي كيعرفهم ورجعوا ما كيخافوا حتى من شي واحد. هاد الصفحات او الجرائد اللي كاينين في المغرب محسوبين على رؤوس الاصابع، لانهم قلالين اللي كيعطيو الصوره لهاد المثليين. مؤخرا رجعوا كيعطيهم بلاتفورم ديالهم، مثلا كيعطيو منصه خاصه ديالهم فين يقدروا يبانوا فيها، كيديروا معاهم فيديو، كيعطيهم باك جراوند خاصه بهم فيها الالوان، فيها داكشي اللي كيرمز للمجتمعات ديالهم، وعاطين بلاتفورم حتى لشي بعض المخلوقات اللي مخلوقات غريبه وما غطلعوا لنا في الصوره. وحتى ديك الفيمينيستات عطاوهم الحقوق ديالهم باش يدافعوا على العنصريه، زعما كيدافعوا على العنصريه اللي ضدهم. نقدروا نوليو نخرجوا ونلبسوا الحوايج كيف ما بغينا ونحتفلوا بالشهر ديالنا ونهزوا الدرابو ديالنا. الهوموفوبيا جايه بزاف ديال لي نيورونس من التربيه، الشارع اللي كبرنا فيه والطرق باش تعلمنا اننا نخافوا واحد المجموعه من الناس حيتاش مختلفين علينا. واحد كتلقاه ما فهمتش شي حاجه وكيجي يبدا يدوي عليها، يحكم على قبل ما تدوي معاه. كتكون لابس شي حاجه كيبقى يحكر لك عليه، علاش تلبس بحال هكا، علاش كيدوي بحال هكا، ولا بحال الحوايج هادو كيدخلوا الثقافه فيهم. ما يعرفوش الليميت ديالهم. كل واحد حر يدير اللي بغا في راسو، يصبغ شعرو، يلبس اللي بغا، سون كار، سي حياته. الناس يوليو يدخلوا سوق راسهم. الا انت شفتيني كاي ولا تراس ولا اي حاجه اخرى ماشي من حقك تسولني، لانه انا ما سولتكش شنو كيعجبك تاكل. الا ضربتي شي واحد ولا كومونتي سبيتيه عيرتيه سريتي عليه من الخدمه قلعتيه، خصك تشد واحد عدد من السنوات ديال العقوبه. ماشي بالضروره نكونوا بحال كاع الناس، ولكن المهم اننا هذا الشيء فعلا ولا كيخلع، لان هاد الصور كنا كنشوفوهم غير في المجتمعات الغربيه، ودابا رجعنا كنشوفوهم في المغرب كامل في المجتمعات الاسلاميه. دوك الاقليه اللي كنا كنشوفوهم هنا في المغرب، مثلا كتجبر شي مثلي في المغرب كامل على جوج مثليين، ولكن دابا رجعنا كنشوفوهم بزاف في المغرب. تقريبا في كل مدينه فيها المئات ديال المثليين، وحنا كوننا مغاربه ومسلمين تربينا على الشريعه الاسلاميه طبعا ما نقبلوش هذا الشيء. علاش؟ لانهم كاينين جوج اجناس، الذكر والانثى. يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى. ما مذكورش شي جنس اخر في القران غير الذكر والانثى، وهذا الشيء غادي وكيتكاثر. مثلا كنا كنمشيو نكريو كونت في شي موقع، كنا كنجبروا الجنس ذكر او انثى، ومؤخرا جميع المواقع ملي كنمشي تفتح فيهم شي حساب كتعطيك الجنس ذكر او انثى، وزادوا واحد الزر اللي فيه جنس اخر اللي هما كيرمزوا به لهاد المثليين وهاد المخلوقات. وكاينين المؤسسات كيدافعوا باش الدولة تصرح لهم وتسمح لهم بالزواج ببعضهم، مثلا البنت تتزوج بالبنت والذكر يتزوج بالذكر. هاد المؤسسات كاينين هنايا في المغرب. واللي زاد خلاني نهضر في هذا الفيديو هو واحد الدري او البنت، هي كانت بنت ورجعت دري، اللي السميه ديالها غالي. هذا غالي خرج في واحد الفيديو مع واحد الصفحه من الصفحات اللي كيبين راسو وكيهضر باللي انه كان بنت ورجع ذكر وفرحان بهذا الشيء، ودار واقيلا عده عمليات تجميل باش يبان في هذا الشيء. وهاد المتحولين كيحسبوه هو البطل ديالو، لانه هو اللي بان ما كيخاف من حتى شي واحد. انا ما عمري كرهت لو جونغ القديم ديالي. اون بيرسون تران جونغ هي مثلا انا خلقيت لو سكس اللي عطاوني في لا نيسونس ديالي مثلا بنت، من الاحساس ديالي ليدونتيتي جونغ ديالي هو راجل، والعكس هو سي جونغ. مثلا راجل كيحس براسو راجل. اول مره حسيت براسي ولد كان عندي 4 سنين، وكنت دائما كنحس براسي ولد، يعني 4 سنين اللي فريمون لاج اللي انا عاقل فيه. كنت كنحس براسي ولد، يعني كنتعامل بحال ولد، كنلعب مع الدراري، يعني سورتو ان انفون
كيكون كيلعب مع لو جونغ اللي قريب ليلو في لونفونس ديالو، وكنت كنلعب غير مع الاولاد. ومؤخرا واحد اليوتيوبر سميتو بعقلي كيدير فيديوهات مضحكه في اليوتيوب وكيدير رياكشن على الفيديوهات، كيدير الحلقه ديالو وطلع له الفيديو هذا غالي وكان هضر عليه، قال لي خصو يتقال وصافي، قال على هاد المتحولين الجنسيين كذا وكذا وانتم كتعرفوا الهضره ديالنا حنا المغاربه، ما قال حتى شي حاجه فيها العيب. ناضوا ديك الجمعيات اللي كيدافعوا على المثليين ودعاواه للقضاء. مؤخرا رجعنا كنشوفوا الى انتقدتيهم تقدر تمشي للحبس. هاد المثليين كاملين بهم في العالم كامل عندهم العقليه في شكل، علاش؟ لانهم هما خاصهم كاملين يدافعوا على المثليه ديالهم، ولكن حنا ما ندافعوش على حريه التعبير. لا قلتي شي حاجه في حقهم هما كيتقلقوا وكينوضوا مؤسسات وجمعيات، بينما هما الا كانوا قالوا شي هضره فينا حنايا او كيقولوا علينا متخلفين باقيين عايشين عيشه قديمه، ما خصناش نهضروا، ما خصناش نعبروا، باقي خصهم يعيشوا في العالم بوحدهم. نتوما عارفين بلي هاد المثليه كثرت بزاف في المجتمعات الغربيه كامله، صدرات هاد المثليه المجتمعات الاسلاميه. مؤخرا جانا كنشوفوها حنا في وسط الدار ديالنا وكنشوفوها في التلفازه، يا في الاشارات، في كره القدم، في الافلام، في اي حاجه. على الاقل الى ما وراولك شي مشهد مثلي غيوريو لك واحد الزواقه ديالهم او اللوغو ديالو اللي هو عباره عن قوس قزح. كنشوفوها في الكره، كنشوفوها في الافلام، كنشوفوها في الاشارات، في الالعاب ديال الدراري صغار، في الرسوم المتحركه. لهذا الناس اللي عندهم ولادهم خاصهم يعرفوا ولادهم فاش كيتفرجوا، وخصهم يحديو راسهم مني كيشريو شي حاجه للاولاد ديالهم يعرفوا شنو فيها. انتشروا بزاف ديال الالعاب وعينا نشوفوهم عند العيال هنا في المغرب كيلعبوا بهم، وفيهم اللوغو ديال المثليه، فيهم الشعار المثليه، هذيك التصويره ديالهم اللي هو عباره عن قوس قزح. كاين في الالعاب، كاين في المقلمات ديال المدارس، كاين في المحافظ. هذا الانسان خصو يحدي راسو، يحدي ولادو، لان المجتمعات الغربيه والناس اللي دايرين هذه المثليه ما عندهمش الغرض يتحكموا فينا دابا، او ما عندهمش الغرض يشوفوا هذه المثليه منتشره دابا، لانهم هما كيضربوا للمدى البعيد. عارفين واحد النهار رجع هذا الشيء عادي في المغرب او في العالم كامل. هذا الشيء كامل خصهم عادي يكون ولدك في الدار عايش بخير، ولكن يبقى يقول لك ما تتحكمش فيا، انا نرجع بنت ولا ندير اللي بغيت، او كذلك بالنسبه للانثى دير اللي بغا ترجع راجل. وحنايا طبعا الا تحدنا كاملين بينا وحدينا ولادنا هذا الشيء ما غيكونش. يقدر يكون هذا الشيء عندهم في المجتمعات الغربيه بكثره، يكون عندهم بزاف، ولكن حنا نحاولوا ما امكن بلا ما نعدلوا شعارات ديال الدم، بلا ما نديروا والو. نبغوا ولادنا نشوفهم فاش كيتفرجوا، نشوفهم شنو كيشريو، نشوفهم فاش كيلعبوا، لهذا نكونوا حنا بخير. كنتمنى نكون وصلت لكم واحد الفكره صغيره او ميساج او رساله صغيره، لان الفيديو صورته غير بالزربه كاع ما كتبته. اذا كنت كتفرج من يوتيوب دير ابوني ولايك، اذا كنت كتفرج في فيسبوك دير لايك وشي كومونتير. تهلا في راسكم.